في خبر جديد، كشف مصدر من الخطوط الملكية المغربية أن ما تم تداوله بخصوص برمجة الشركة لرحلات نحو الجزائر بدءا من أكتوبر القادم يتعلق بإجراء تقنية لا غير. وكشف ذات المصدر في توضيح لوسائل إعلامية أن الأمر يتعلق بإجراء تقنية يحفظ بيانات الخط الجوي من الزوال رغم القرار الجزائري الأحادي الجانب القاضي بإغلاق المجال الجوي أمام المغرب. كما أبرز أن الخطوط الملكية المغربية برمجت فعلا رحلات جوية من مدينة الدار البيضاء إلى العاصمة الجزائر ابتداء من 30 أكتوبر المقبل، وذلك كإجراء تقنية بحث يحفظ الخط الجوي مع الجزائر من الاختفاء بشكل نهائي من أنظمة الملاحة حتى لو استمرت الجزائر في إغلاق مجالها الجوي. ويذكر أنه كانت وسائل إعلام قد تداولت خبر برمجة الخطوط الملكية المغربية لرحلات نحو الجزائر ابتداء من أكتوبر القادمة قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق ببيانات وأمور تقنية وليس بقرار لا يمكن أن يكون إلا سياديا وبالاتفاق من طرف الجانبين.